السلام عليكم. مرتين سسبنس في اسبوع واحد يا رجاله، لا احنا مش هنعمل الكلام ده. مرتين يعني في الثالث والرابع، يعني كاس العالم للانديه والنهارده برضو. لا احنا مش هنعمل الكلام ده. اعصابنا والله الواحد اعصابه تعبت. يعني كمان هي بطوله تعبانه، قلتوا تحلوها شويه. هو في البدايه بس احب اوجه رساله لاوفا مصطفى شوبير، احب اقول له انت زي الفل، انت 10 على 10، ما تشغلش بالك، احنا متقبلين منك اي حاجه. غلطه الجون الاولاني عبد المنعم اللي لبسها لك، ربنا يسامحه. برضو بعد الجون الثاني بيريح زي ما انا قلت في فيديو قبل كده. فانت زي الفل، استمر، كلنا ثقتنا فيك عمياء، عارفين انك حارس كبير. ولا يشغلك اللي حصل النهارده حتى لو كانت ضاعت. كمل يا مصطفى، لان الشناوي بنسبه كبيره هيخرج للدوري السعودي، فانت اللي هتبقى المسؤوليه عليك. ولا يهمك اللي حصل النهارده، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى اتمم الفوز عشان برضو ما يبقاش الضغط العصبي عليك زياده. لكن الرساله عايز اوصلها لك انه ما يجركش اللي حصل. احنا النهارده حتى لو الكاس كان ضاع برضو احنا وراك ومعاك وهندعمك. فيمكن سبحان الله من ضمن العربه اللي حصلت دي، ربك سبحانه وتعالى حب النهارده يكافئ ناس. حب يكافئ واحد زي موديست، شكله الواد ده سالك من جوه ان الماتش يتعارب وينزل وهو يجيب جون التقدم ويعمل اسيست الجون تاكيد الفوز. الواد ده اكيد فيه سبحان الله شيء لله. لان هو قبل الجونين دول لو احنا كسبانين 9 ونزل جاب جون او جونين برضو كان هيمشي في يناير. يعني اعتقد الجون اللي حصل النهارده ده وارد يخليه يكمل لاخر الموسم. تاني حاجه عجبتني قوي الرساله الطايره اللي بعتها امام عاشور، اللي بيمسي فيها على واحد قصف جبهته النهارده ترتكها. فكانت خساره النهارده الامام هيبقى ثالث بطوله بيخسرها مع النادي الاهلي في اقل من شهرين ثلاثه، عمرها ما حصلت من امتى النادي الاهلي بيخسر كميه البطولات دي. فالحمد لله يكمن الماتش راح ورجع، الفرحه انضاعفت. تاني حاجه، فانا فرحان عشان موديست، وفرحان عشان امام عاشور، وفرحان ان كولر ارضى اختياره لموديست نصفه باستثناء راجل كمل او ما كملش. لكن حتى لو ما كملش بعد كده اسمه جاب لك بطوله. يعني حتى موديست لو ما كملش او بعد كده ما عملش حاجه، لما تيجي تحاسب عليه كولر في الاخر جاب لك مباراه زي دي. انت عايزه ايه غير في مباراه كبيره؟ يعني انت عايز من موديست ايه، او كنت عايز مهاجم ليه الا عشان مباراه كبيره؟ النهارده فريق فيوتشر بنتحييه، عمل مباراه كبيره قوي بصراحه، يعني يشكره. فكره النهارده ان هو جاب لك بطوله. كانت اللعيبه هتبقى راجعه بالبرونزيه بس مش هتحتفل بيها، انما هو الحمد لله النهارده خرجوا في رحله، عملوا تور في الوطن العربي، طلعوا من السعوديه على الامارات، عملوا لفه وجم راجع لك ببطولتين، برونزيه كاس عالم انديه وراجع لك بكاس السوبر. فاللعيبه طلعت شقاها ما راحش اونطه، مجهودها جه بفايده. بس برضه ما يمنعش ان السسبنس الكتير ده احنا مش حلو. يعني برضه النهارده زي ماتش اوراوا الياباني في كاس العالم للانديه، بتبقى كسبان 2-0 وبيجيب اجوان بدري وبرضه بيرجعوا في النتيجه ازاي؟ هل ده يسأل عن خط الظهر ولا يسأل عنه لعيبه الوسط ولا المهاجمين اللي بيضيعوا كتير؟ هو الفرقه كلها تسأل، لكن خط الدفاع انا بلاقيه بيريح قوي بعد الجون الثاني. زي ما بقول لك محمد عبد المنعم خلاص بيبقى اطمن للنتيجه. النهارده في واتش الشوط الاول شيل 5، ده اللي كان معصب الواحد فقد اعصابه ان فريق يشيل 4-5 وفي الاخر يرجع معاه في النتيجه. انت قبل الجون الثالث كوره ما تضيعش من احمد عاطف، كوره ما تضيعش، كرم ربنا ان عدت بالعرض محدش شافها. لكن الحمد لله نفرح، الحمد لله خلصنا كده يعتبر الدور الاول او نص الموسم يعتبر خلص. والحمد لله انت راجع بعد اللفه دي زي ما بقول لك برونزيه كاس عالم وبكاس سوبر مش وحش. ان شاء الله بعد استئناف البطولات بعد افريقيا والتوقف الدولي الكبير اللي جاي ده، هيبقى عندك بقى تغييرات في الفرقه. ديانج سامعين انه ماشي، احتمال يروح الدوري القطري. عندك الشناوي هنعرف مارسيلو لما يرجع، لان في نصر قدامك السعودي، في احمد عبد القادر، في كريستو احتمال برضه يمشي، عمر كمال عبد الواحد بيخلص، في كلام على مهاجم فلسطيني، ففي قندوسي احتمال كبير يرجع في حاله مشيان ديانج. هترجع قندوسي اللي مقدم اداء متميز وروعه مع سيراميكا. فان شاء الله النادي الاهلي اللي هيوحشنا لما يرجع بعد كده بقى هترجع بقى ايه، هيبقى في تعديلات. جالك الفرصه ان انت في الميركاتو ده تظبط اللي انت ما قدرتش تعمله في الصيف. نتكتم على نفسنا كده واخباره ومحدش يعرف اي حاجه عن الصفقات اللي احنا بنفوتها عشان ما تبص. التانيين سبحان الله اللي كانوا بيخشوا كل صفقه ربنا سبحانه وتعالى مديهم على دماغهم، مش عارفين ياخدوا حتى ميداليه. نكتم على نفسينا وعلى صفقاتنا ونظبط حالنا ونشوف الراجل عايز ايه. رغم ان برضه النهارده ما كانش عاجبني في حاجه حته اكرم وتوفيق وقفشه ما افتكرتهمش ولعبتهم غير لما اتزنقت في النتيجه. طب ليه مش من الاول تديهم ليه؟ رغم ان الراجل ما يسالش برضه، لان النهارده برضه في فرص كتير بتضيع. وبرضه طاهر محمد طاهر بياخد فرص من غير حساب، رغم ان النهارده طاهر ما كانش وحش، طاهر النهارده كان كويس بصراحه. لكن خلاص فتره عدت الحمد لله، ما ضاعش منا غير دوري السوبر الافريقي والسوبر الافريقي. ربنا سبحانه وتعالى عوضنا خيرا منهم، خدنا برونزيه كاس عالم انديه وراجعين بسوبر مصري مش وحش. فنظبط حالنا بقى في شهر يناير ده بشويه صفقات، لان الفرقه برده محتاجه في شويه لعيبه محتاجه تشوف فرصه في نادي تاني، وفي شويه لعيبه من بره في انديه برده في الداخل الدوري المصري تلزمنا، هيعملوا معانا طفره ولاعيبه على البطولات. ختمه برده بفرحه وبشكل كويس. قبل التوقف ده انت برده محتاج ايه؟ تختم بفرحه كده. فالحمد لله فتره وعدت، نركز في اللي جاي، لسه الموسم طويل، لسه قدامنا بطولات كتير
محتاجه ان احنا نركز فيها. ولما نشوف الفتره الجايه دي الميركاتو الشتوي النادي الاهلي يعمل فيه ايه بعد ما ربنا سبحانه وتعالى تعشت خزنه النادي بكام مليون دولار كده. نتقابل على خير ان شاء الله، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي تستحق الفرحه، اللي ربنا سبحانه وتعالى كرم بدعواتهم، بسبب دعواتهم بس، في ماتش الثالث والرابع وماتش النهارده اللي هم كانوا نفس السيناريو. نتقابل على خير باذن الله، واخبار ان شاء الله يبقى كلها خير للمدينه العظيمه. السلام عليكم.